كلنا بنمر بمواقف كتير، منها الحلو ومنها اللي مش حلو، ومع الوقت كل المواقف دي بتتنسي. لكن اللي مش بنقدر ننساه الناس اللي وقفت معانا في المواقف الصعبة، وده اللي لخصه الفنان محمد جمعة أو عم ضياء زي ما متعارف عليه، لما حكى عن موقف مؤثر جدا حصل بينه وبين الفنان حمزة العيلي، بيبين قد إيه الصداقة الحقيقية بتبان وقت الشدة. القصة بدأت لما محمد جمعة ظهر في بودكاست فايق ورايق مع إبراهيم فايق، وقرر يحكي عن لحظة صعبة جدا مرت عليه هو ومراته. محمد جمعة قال إنه فضل هو ومراته 5 سنين من غير ما يخلفوا، وكان الحل الوحيد قدامهم هو الحقن المجهري. لكن المشكلة الكبيرة كانت في تكاليف العلاج، خصوصاً إن مراته كانت محتاجة حقنتين تثبيت كل يوم، وكل حقنة بتتكلف 250 جنيه. الموضوع استمر لشهور طويلة، وكل 2-3 كانوا يلاقوا نفسهم قدام أزمة جديدة، بس كان ربنا دايماً بيبعت، لحد ما في يوم من الأيام وصلوا لمرحلة ما فيش معاهم غير 8 حقنة واحدة، وهو ما كانش معاه ولا مليم، وحس إن الحلم اللي كانوا بيحلموا بيه بيضيع قدامهم بسبب عجزه عن توفير المبلغ ده. في اللحظة دي محمد جمعة كان حاسس بالعجز التام، وبيقول إنه عيط بشكل مش قادر ينساه لحد النهاردة. رغم إنه ما كانش متعود يستلف، لكنه قرر يتصل بصاحبه حمزة العيلي ويحكي له اللي حصل. بيقول إنه ما يعرفش إيه اللي خلاه يرفع السماعة ويكلمه، لكنه حكاله كل حاجة بمنتهى الصراحة. رد حمزة كان بسيط جدا: أنت فين؟ جمعة قال له إنه ساكن في حدائق الأهرام وقتها، فرد حمزة وقال له تعالى لي دلوقتي حالا. محمد جمعة بيحكي إنه راح له على طول، وفضل فاكر اللحظة دي بكل تفاصيلها. حمزة العيلي ما فكرش مرتين، وده 1500 جنيه من غير أي كلام. محمد بيحكي إنه من وقتها وهو دايماً بيقول لحمزة أنت ليك في عمر ابني 5 حقن. الموقف ده بالنسبة له حاجة عمره ما ينساها. بعد ما جمعة حكى القصة دي، حمزة العيلي قرر يرد عليه برسالة مليانة حب وتقدير نشرها على حسابه على فيسبوك. كتب له: أخي وصديقي وحبيبي محمد جمعة، الفنان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بحبك جدا، وربنا يديم ما بيننا المحبة والصداقة، وما نساش الهدية الغالية اللي جبتها لي بعد مولد الحبيب عمر ومحتفظ بيها لحد النهاردة. حمزة كمان ما نسيش يعلق على القصة اللي جمعة حكاها، وقال له والله يسامحك يا عم جمعة عشان فضحت سرنا، ربنا يكرمك ويفرحك بعمر وكاميليا يا صاحب الأصل والجدعنة. الموقف ده مش بس بيورينا قد إيه الفنانين دول عندهم روح إنسانية عالية، لكنه كمان بيعبر عن معنى الصداقة الحقيقية، الصداقة اللي مش بالكلام لكن بالأفعال، واللي بتبان في المواقف الصعبة. حمزة العيلي ومحمد جمعة قدموا نموذج جميل للصداقة اللي بجد، اللي بتتأسس على الحب والجدعنة والدعم من غير ما حد يطلب أو يستنى المقابل. شاركونا في التعليقات وقولوا لنا إيه أكتر موقف صعب مريتوا بيه ومين وقف جنبكم.